السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل المرنج بالوان قوس قزح. يلا نشوف الطريقه. هتكلم عن الوعاء اللي احنا هنشتغل فيه. لازم يكون نظيف جدا، مفهوش اي حاجه، وفي نفس الوقت مفهوش ولا نقطه ميه. دي اول حاجه. تاني حاجه، البيض والسكر اللي احنا هنستخدمهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش ساقعين، ما يكونوش في التلاجة. معايا تلاتة صفار بيض. صفار البيض ده انا كنت عملت وصفة، عملت وصفة فطاير على الطاسة بدون فرن، واستخدمت فيها 3 صفار بيض. عملت بيهم باستري كريم. ان شاء الله برضه انزل لكم طريقه الوصفه دي في اخر الفيديو. هتلاقوا 4 وصفات، اي وصفه تعجبكم فيهم تقدروا تضغطوا على الوصفه اللي تعجبكم وهتدخلوا عليها على طول تشوفوها. معايا 3 بياض بيض، ما يكونش فيه صفار خالص مع البياض. هضيف لهم ربع معلقه صغيره ملح، وكمان نص معلقه صغيره فانيليا. هضربهم في الميكسر الاول لحد ما لون البيض ما يبقاش اصفر كده، يبقى يبيض ويعمل رغاوي. لازم تضربيه يا اما في الميكسر زي ما انا هعمل، يا اما بالمضرب الكهرباء. ما ينفعش تضربيه بمضرب السلك اليدوي، ما ينفعش تضربيه في الخلاط. معايا كمان 3/4 كوبايه سكر باودر، انا طحنته كويس جدا. وتضربي السكر في البيت، ما تشتريهوش من بره مطحون، لان بتاع بره بيبقوا خالطينه بنشا، بيدي نتيجة سيئة جدا. انا طحنته صحيح، بس انا برضو زيادة زيادة تأكيد هنخله، عشان لو في اي حاجة ما اتنخلتش كويس ما تبقاش معانا. من الافضل تنخليه، ما تستخدميش سكر مش منخول، سوري مش مطحون، عشان بس حد يجي يسألني وهتسأل هيكتب لي نفس الأسئلة اللي أنا بجاوب عليها في الفيديو، وبعدين بيزعلوا لما ما بردش. اهو اشوف كمان في حاجات برضو ناشفة ما اتطحنتش، دي مش عايزاها. قبل ما اضرب البيض انا شغلت الفرن على درجة حرارة 90، يعني درجة منخفضة جدا. وحطيت كمان اللي هي قفلت على النار من تحت، ما تبقاش يعني لو في درج كده، في صاجة كده بتقفل على النار عشان تبقى النار هادية. لو ما عندكيش درجات حرارة زي حالاتي، انا بشتغل على فرن، على فكرة انا الفرن بتاعي بشتغل عليه هو الفرن بتاع المصانع بتاع زمان، اللي هو اللي لونه ابيض الصغير، لا في مروحة ولا في برويل ولا اي حاجة، مفيهوش حتى شعلة، بشتغل من تحت بس. الوصفة دي تشتغلي الفرن من تحت بس، ما تشغليش عليها الشواية. انا عندي فرن تاني حديث، بس انا اتعودت على ده خلاص، ما بشتغلش غير على القديم، بستخدمه كفرن بس. هشغل دلوقتي على اعلى سرعة. طبعا انا سبت المرنج دخلت بس جبت حاجه وجيت لقيته عمل على طول. هو قبل ما يعمل يوصل للابيض قوي كده ده، هضيف السكر تدريجي وانا شغاله لحد ما قوامه يبقى ماسك معانا. نعرف منين ان المرنج بقى تمام؟ اهو هو عرف البطه ده، منقار البطه ده طالما عمل كده يبقى المرنج تمام. لو لقيتيه لسه مسيل وبيسيل منك يبقى تكملي ضرب عليه بس كده. هستخدم البلبله دي اهي، باينه الحجم اللي هو المتوسط. دخلتها في كيس حلواني اهو. نعمل كده عشان نقدر نحط المرنج بتاعنا بالالوان بتاعته كلها، تبقى مع بعض، تنزل كلها مع بعض، عشان احنا هنلونه.
هعمل 3 الوان، هوزع بالتساوي. بالنسبة للالوان هستخدم الوان جل والوان باودر. ده لون روز. بعد ما قسمتهم على 3 هقلب ده الاول بس بالراحة عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا تعبنا فيه. اهو في دائري كده. ممكن تعملي ابيض خالص، يعني تعملي ابيض تشتغلي بيه ابيض، مش لازم تحطي الوان. ممكن تحطي له في انواع من الالوان بتبقى لون وفيها كمان مكسب طعم، تقدري تشتغلي بيها برضو. اللون ده حلو قوي على فكرة. هو لونه في الكاميرا مش زي الحقيقة، يعني في الحقيقة لونه احلى كتير من الكاميرا، يعني هو روز اغمق من اللي في الكاميرا. اللون الازرق هستخدمه بودرة، اول مرة استخدمه على المرنج، هشوف كده ينفع ولا لا. ممكن احط له نقطتين مية قبل ما ادوبه لو ما ربطش. اللون ده حلو كده تمام. احط لون هو بيبقى لونه اورانج بس هو بيدي اصفر. معلش الالوان بهدلت ايدي، ما اعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، بس كده اللون ده حلو قوي. ماذا نحن فاعلون الان؟ نجيب اهو، والمعلقه الصغيره افضل بقى. وتحطي كده، ياخد من هنا معلقه. استنوا، عايزين كلهم ينزلوا جنب بعض مع بعض، اهم حاجه بس ما يلطشوش. بس كده اهو. من هنا اهو نحط الازرق، بعدين نرجع نحط الروز، بعدين الاصفر. طريقة كده لحد ما بنملى الكيس كله اهو. بعدين ايه، ترفعي الكيس شوية كده، تسحبيه من تحت بهذه الطريقة. نرجع نكمل. حطيت ورقة زبدة في الصينية، لازم ورقة زبدة وما تدهنهاش اي مادة دهنية. هاجي بس من تحت احط بس جزء من المرنج كده عشان بس ايه الورقة تثبت عليها، واحنا بنشتغل بالبلبلة ما تلاقيش الورقة تتحرك تحت ايدك. تقدري تعملي الحجم اللي انت عايزاه، بس اعملي مسافة ما بينهم. اوكي، المرنج حجمه ما بيكبرش في الفرن. ممكن تيجي في الاماكن الفاضية دي بتعملي روزيتات اهي صغننة اهي، بس كده. ممكن تعمليها كده، هي مش باينة ولا ايه؟ اهي تعملي كده.
قعد في الفرن حوالي بتاع ساعة ونص. ما تفتحيش عليه قبل ساعة، يعني ما تفتحيش عليه قبل ما يمر ساعة، وما تفتحيش الفرن قوي برضه، تفتحيه موارب وتحطي ايدك كده تشوفي لسه طري قوي ولا لا، وتقفلي الفرن برضو بالراحة، عشان لو قفلتي الفرن جامد هيسحب هوا من بره، يقوم ما يديناش نتيجة كويسة في المرنج. هو ساعات بيقعد معايا اقل من الساعة ونص، وساعات بيقعد ساعتين، هو وحظه زي ما بتيجي. اهم حاجة ان انتي بعد ما تحسي ان هو، بصي، من الافضل ان انتي تعملي الكور دي معاهم الصغيرة دي اللي تحطي ايدك عليها تجسيها. لو لقيتيها نشفت، حسيتيها انها ناشفة، تقومي تقفلي الفرن وتسيبي الفرن، ما تفتحيهوش وتطلعي الصينية. اعملي الفرن موارب، واربي باب الفرن بحيث ان الصينية المرنج يبرد جوه خالص تدريجيا، ما تخرجوش يبرد مرة واحدة. عايزة اقول ايه كمان، ايه كمان، اه عشان تعرفي، هو بيبقى طري على فكرة، بيبقى طري شوية قبل ما بيبرد خالص، بعد ما بيبرد بينشف. عشان تعرفي ان هو استوى، تيجي تشيليه من على ورقة الزبدة تلاقيه طلع تمام. غير كده اهو، شوفي اسمه خفيف جدا وهش. ادوقه معلش. طعمه حلو قوي بجد، ويبقى جميل للاطفال بدل ما نشتري لهم حاجات من بره. على فكرة الحاجات الروزتات الصغيرة دي ممكن تزيني بيها اي كيكاية. لو عندك كيكاية عايزة تعمليها كيكاية بسيطة كده في عيد ميلاد او حاجة، ممكن تزيني بيها، يبقى شكلها حلو. عايزة اقول ايه تاني. مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.